الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في قناه ست البيت. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حمص الشام ونعمل كمان الترمس. بس قبل ما ابدا الفيديو عايزه اشكر من داخل مصر وخارج مصر كل الناس اللي بتخش تكتب كومنتات وبتساعد القناه. بصي يا ستي، احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ انا جايبه هنا نص كيلو ترمس بس مش هكتر، وهنا برضو نفس الحوار برضو نص كيلو حمص الشام. هنغسل الترمس والحمص الشام ونجيلكم. بصي يا ستي، احنا كده غسلنا الترمس وغسلنا كمان الحمص الشام وحطينا عليه ميه. هنعمله من بالليل. لو انت عايزاه يعني سريع بتعملي ايه بقى؟ بتجيبي ميه سخنه قبليها ب3 ساعات وتحطي بتغسليه كويس، تحطي ميه سخنه بتخليه 3 ساعات ماشي، وبعد ما ب3 ساعات بتغسليه تاني، وبعد كده بتحطي بقى ايه في الميه وايه وتسويه. بصي يا ستي، بعد ما غسلنا الترمس حطيت عليه ميه، وطبعا انا نقيته يا جماعه، لازم يتنقى عشان فيه المكسر، وفي كمان بتبقى ايه في حاجات برضو ايه بتبقى مش كويسه، يعني بتبقى مخرومه برضو لوحدها كده. وفي اللي هو برضو نفس الحوار برضو اللي هو الايه الحمص الشام برضو بتنقيه وتغسليه، وبعد كده بنحط ميه. لو انت هتعمليه من بالليل الصبح لو انت عايزاه سريع، طبعا ده الترمس السريع يا جماعه مش التاني. بتعملي بتغسليه برضو وبتحطي ميه سخنه ويقعد 3 ساعات، وبعد كده بتشطفيه، وبعد كده بقى ايه بنبدا نسويه. انا كده عملته من بالليل لغايه الصبح ان شاء الله، وهنبدا نعمله مع بعض. دلوقتي بعد ما بونشناه من بالليل عشان حطيناه كده في الميه اهو، شوفوا الحبايه كبرت ازاي. ده النص كيلو ما شاء الله نفش وبقى قد ايه. هنغسله بقى ونحطه على النار. تعال برضو نشوف الترمس برضو نفس الحوار. بصي الحبايه بقت قد ايه. هنغسله برضو ونحطه على النار ماشي. بعد ما غسلناه بقى كذا مره حطينا بقى الميه. هنحط طبعا ايه عشان نسرع في السوا كمان، وكمان يبقى حلو يعني. هنحط نص معلقه سكر كده ونقلبه ونسيبه. نفس الحوار الترمس احنا حطينا الحمص، هنحط بقى الترمس برضو نص معلقه سكر ونسيبه بقى كده يستوي براحته ماشي. بصوا هو كده خلاص اهو قرب يستوي. هنعين بقى شويه الليم ده كده ماشي. هو كده استوى. شوفي الحبايه عامله ازاي ما شاء الله استوت كده. هنعمل بقى ايه طريقتين كده بشرهم نحطهم عليه كده. هنقلب بقى كده. ده حمص الشام هنسيبه يغلي مع بعض. تعال نشوف بقى الترمس. دلوقتي الترمس اهو بص استوى ازاي ماشي، وغسلته كذا مره. بعد ما استوى كمان هنحط بقى الملح. ادي 1 2 3. حطيت كده 4 معالق ايه كبار ماشي. هنعمل ايه كمان؟ في ناس بتحط شطه، انا هحط بس كمون ماشي. هنقلب بقى كده. لسه هنضيف له برده اضافات تانية. دلوقتي بصوا انا برده العيال عايزين شطه، فهحط لهم ايه ريحه شطه كده ماشي. ونقلب. بصوا كمان انا جايبه طبعا ليمون، لازم تحط ليمون يا جماعه. نعصر بقى كده شويه ليمون كده حلوين كده، يعني 5 ليمونات كبار كده تعصريهم. المنظر ده نص كيلو بس ترمس، مش جايبه كتير يعني، عشان ايه العيال ما بياكلوش قوي برضو. هو بس باول يوم وخلاص. كل سنه وانتم طيبين. المنظر ده كده. الليمون حلو ما شاء الله كله ميه. المنظر ده كده. دو بقى الطريقه دي حلوه قوي وسهله. هنقلب بقى كده المنظر ده. طبعا شكله بيتكلم عن نفسه مش عايز حاجه. شايفين ما شاء الله الترمسيه حلوه ازاي. بصوا شايفين استوت ازاي ما شاء الله. احنا كده خلاص خلصنا كده الترمس. هنسيب بقى الحمص الشام يستوي بقى ما حطينا القوطه ونيجي مع بعض. بعد ما حطينا القوطه اللي انا بشرها وما شاء الله بصوا البتاع الله اكبر استوت. هنجيب بقى ايه بصلايه مش مستوت قوي يعني لسه يعني فاضل لها شويه. هنجيب بصلايه كده، طبعا البصلايه دي هتستوي واشيلها ماشي بس عشان تدي طعم. وهنعمل ايه كمان؟ وهنحط كمان ليمون. احنا كده جبنا ليمونه كبيره وعصرناها ماشي.
هنجيب بقى دلوقتي الملح. طبعا التوابل حسب زي ما انت عايزه، ماشي. انا حطيت كده معلقه ملح، لو عاوزنا نشوف برضو لو عاوزنا نحط تاني. هنحط كمان الكمون، هتحط كمان شطه، لو عندك اطفال ما تحطيش طبعا. المنظر ده هنسيبها بقى ايه، كل الحاجات دي تاكل مع بعض ونجي اوريه لكم بقى. كده خلصنا كده حمص الشام. بصوا ما شاء الله جميل، والف هنا وشفا، وكل سنه وانتم طيبين.